السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير مرتاحين وصحتكم مليحه. لا فيديو تاع اليوم راح تكون اول فيديو من لي بريباراتيف تاعي للشهر الكريم، شهر رمضان الكريم، وراح تكون شبح الصفرة باذن الله. دونك تبعوا معايا مليح الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. لا غوسيت تاع شبح الصفراء كيما عم بالكم سي اون سبيسياليتي تراديسيونيل تاع ناس قسنطينه. دونك نحاولوا الوصفات التقليديه ما نتفلسفوش فيهم بزاف، يعني ما نزيدوا ما نقصوا. نحتاجوا فيها 3 كيلات لوز يكون مرحي رطب، نص كيلو سكر حرش، مغرف صغيره ما ورد، وصفار البيض باش نجمعوا الخليط. هنايا صفار البيض راهو سا ديبون لا كونتيتي تاع اللوز اللي استعملتوها، وسا ديبون تاني حبه تاع البيض تاعكم، يعني الحجم تاعها لا كان كبيره ولا صغيره. في الغيسيبيون تاعي حطيت كميه اللوز تاعي، هنايا انا استعملت 400 غرام. دونك في لا فيديو تاعي هذه تاع اليوم راح نقول لكم 400 غرام قداه تخرج لكم من حبه اشباح وقداه تحتاجوا فيها من صفار بيض. درت لها نص كيلو تاع سكر حرش، جاتني 70 غرام. نخلطها بيان مع بعضها باش يدخل هذاك اللوز في السكر، يعني نخلط المواد الجافه بيان، ومن بعد نزيد لها مغرف صغيره تاع ما ورد. الوصفه الاصليه ما ورد فيها ويكون مقطر، ملي كيعود ماهوش ديسپونيبل دونك احنا نديرو اللي يتباع نورمال وخلاص. ومن بعد نبدا نزيد بالجون دوف، يعني بصفار البيض ونجمع. ما نحطش صفار البيض تاعي يقطع على ضربه واحده باش ما تجريليش العجينه. نحط بالوحده ونجمع ونشوف انا قداه نحتاج، حتى نشوف باللي السكر واللوز تاعي ما بقاوليش يتفتتوا تلموا ولاو لي عجينه، يعني ولاو لي اون بات او ميم طون ما تكونش جاريه، تكون حكمه روحها. انا في الاول وجدت 5 صفار، ومن بعد لقيت روحي بلي نحتاج اكثر. علاه؟ باسكو البيض تاعي كان صغير بزاف، كان قراف صغير، يعني كانت الحبه تاعو صغيره بزاف، عليها احتجت اكثر من 5 صفار. ودرك تشوفوا معايا في لا فيديو كيفاش كي نكمل هذوك الخمسه نلقى العجينه تاعي مازالت تحتاج بيض ومازالت مفتته، يعني ما تلمتش. نحاولوا ندخلوا برك تما، نحاولوا نجمعوها برك، ما نعجنوهاش، يعني ما نعجنوهاش بزاف باش ما السكر هذاك ما يذوبش، ما تتعسليش، تطلق لي الماء تاعو تجري لي لاباط يعني. شوفوا ها ورا ما كملت ال5 صفار تاعي العجينه تاعي مازالت تتفتت ما تلمتش. دونك هنايا هذا السادس وهكاك، ولقيت روحي ما زلت محتاجه، يعني في التوتال 400 غرام لوز راهي احتاجت لي 7 صفار بيض. وشي هو الحبه راهي صغيره، يعني الا كان الحبه تاع البيض تاعكم كبيره راهي تحتاج لكم ماكسيموم 5، لكن متوسطه راهي بين ال5 و6، ولا كان صغيره كيما تاعي 7 صفار بيض. دونك انا يا ربع نعاود لكم المقادير: 400 غرام لوز، دات لي 70 غرام سكر حرش، مغرف صغيره ما ورد، و7 صفار بيض صغير. ها فوالا، شوفوا كي حطيت الصفار السابع بدات تلم العجينه تاعي، ها ما بقاتش تتفتت كيما كنتو تشوفوا فيها في الاول. هنا نحبس. كما قلت لكم في هاد لا فيديو انا حنعطي لكم يعني طريقتي كيفاش نقلي الشباح تاعي. بيان سور هذاك البيض اللي خليناه هذاك هو اللي راح نقليو به الشباح، ما طيشوهش. فوالا، انا هنايا كي تلمت لي العجينه تاعي حطيتها في البابي فيلم وخليتها ترتاح. خليتها ترتاح يعني واحد سويعه هكاك. نتوما الا كان مزروبين تقدروا تخليوها من با، يعني هكاك بعدو تخدموها. فوالا، ها لميتها بيان باش باش ما تشيحليش من الهواء، وخليتها تروبوزي. ورا ساعه هكاك جبت الطوابع. بيان سور الطوابع تاع الشبح كاين هذا اللي يجي ميتاليك، وكاين هذا اللي يجي بلاستيك، وكاين هذوك لي زومبورط بياس اللي يجيو كل واحد وحده، يعني نتوما ديروا واش حبيتوا. نحلها في الفيلم اليمونتير بعد، ونحلها تكون عريضه، يعني ليبيسور تاعها تكون ما تكونش رقيقه بزاف. علاه؟ باسكو ديجا الحبات راهم صغار. شوفوا ديجا ليبيسور تاعها تكون قد الطابع تاعكم، هذاك الطابع هذاك هو ليبيسور تاع الشباح. درك نطبعها ونعتلكم كيف تجي الحبه.
فوالا ها كي نحيها هكا نعدلها شويه من التحت وها. دوك نطفي الفلاش باش تشوفوا الحبه قد قد كيفاه تجي. الحبه تما يجيو صغار عليها لازم يجيو طالعين شويه. فوالا ها هاي ليكم الحبه كيفاه تجي. انا نكمل نطبخها كامل هذيك الساعه باش نبدا نقلي. دونك انا نكمل لا كونتيتي تاعي كامله نطبخها ومن بعد باش نبدا نقلي. شوفوا لا كونتيتي تاع 400 غرام لوز خرجت لي 45 حبه تاع شباح. 45 حبه اكزاكت تاع شباح. هذاك اللي نعتها لكم درك راهو الطرف اللي يبقى ما يدخلش خلاص في الطابع. دونك نخدموه بيدي برك نخدموه بيدي وخلاص. كيما قلت لكم انا يعني حنعت لكم في هذا لا فيديو انا كيفاش نقليها. وكم هاد لا بارتي لقيتها تسوبريمات او ما تفيلماتش اصلا الله اعلم. وانا طبعا لا استسلم مقرره نعت لكم. دونك نعت لكم حكمت واش درت. كانت عندي شويه كاوكاو درت لكم كونتيتي تاع شبح بالكاوكاو جست باش نعت لكم لا فاصون تاعي في قلي. شوفوا هاي شوفوا كيفاش جات ولا غير جات بنينه يعني انكومبارابل مع اللوز بيان سور. مي كومام تعدي. شوفوا انا ما نغطسش الحبه تاعي في البلون دوف. البلون دوف كنت ديجا حليته بشويه ما باش ما يجينيش ما يبقاليش ثقيل. انا ما نغطسش الحبه في البلون دوف. انا نجيب هذا البانسو تاع الحلويات تاع الكاطو يعني وندهنها من الفوق بالبانسو. وشوفوا في لا فيديو اني درت لكم جونغ درت لكم حبيبات غطستهم في البلون دوف وقليتهم دوك تشوفوا لا ديفيرونس. والله الفرق واضح. الحبه تجي فيها الكشكوشه هذيك تاع البلون دوف ما تجيش خلاص متقونه. توليو تتحتم عليكم دوبل طرافاي. توليو تنيتوايوها قبل ما تعاودوا تقليوها كيما عم بالكم باللي شبح عم يتقلاو دو فوا في البلون دوف. بصح هذه الطريقه تساعدكم خلاص. شوفوا النار تاعي كيفاه تكون متوسطه. ما تكونش عاليه تحرقها لكم ما تكونش واطيه خلاص يعني ناقصه خلاص تشرب لكم الشبح تاعكم الزيت. ونحط سخن شويه الزيت تاعي نحط الحبيبات تاعي تاع الشبح يتقلاو. فوالا بهذه الطريقه يعني نورمال نبقى ما نديرش الزيت غامق. ما نحبش انا ندير الزيت غامق باش ما تتحرقليش الحبه تاعي. انا اللي نكونترولي. شوفوا الحبه كي تعود مدهونه برك بالبانسو بالبلون دوف. القليه الاولى كيفاه تجيكم نظيفه. في القليه الاولى ما تحمروهاش خليوها يعني جوست يشيح هذاك البلون سي بون. شوفوا كيفاه تجي نظيفه. وشوفوا هاد الحبات اللي غطستهم في البلون دوف وقليتهم كيفاه يجيهم دايرين. هنا تتحتم عليكم تنظفوهم من هذاك الزايد تاع البلون دوف باش هذيك الساعه تعاودوا تقليوهم القليه الدوزيام. شوفوا هنايا ها شوفوا حبه كيفاه قليتها. مسحتها برك بالبانسو وقليتها. والحبه اللي تجي مغطوسه في البلون دوف. نرجعوا لحبيباتنا تاع الكاوكاو هذوك هما الديباناج تاعنا باش نعطي لكم كيفاش يتقلى. كي تبرد الحبه نعاود ندهنها لا ميم شوز كيما المره الاولى ونقليها بنفس الطريقه. وهام ليكم شبح الصفرة في الاخر كيفاه جاوني. نحبهم يكونوا دوغي برك ما يكونوش حمر بزاف ولا بيض خلاص. يجيو دوغي برك. ان شاء الله لا غوسات تكون عجبتكم. وان شاء الله يعني بلغني الله واياكم شهر رمضان يا ربي واعاننا على صيامه وقيامه. ما تنسوش ديروا لي لايك الفيديو. الى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله.